سلام، مرحبا بكم في قناة يوميات أم راسم. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وتكونوا بصحة جيدة يا رب، وتكونوا هانيين متهنيين يا ربي آمين. رجعت لكم اليوم فيديو جديد إن شاء الله ينال إعجابكم، وهي حلوة مقترحة للعيد. البنات، أول حاجة قبل ما نبداو، أنا أولا مانيشي حلواجية، ما نخدمش الحلويات، بصح أنا درتها لداري برك وحبيت نبارطاجي معاكم الوصفات. ماشي يعني كي عاد راني حالة باج في اليوتيوب اسمها راني شاف، ماني ما قريت فيه حتى بلاصة، ما عندي دبلومات فيه حتى حاجة. ما نكذب عليكم ونقول لكم راني شاف، راني كيفي كيفكم، حتى راني نتعلم، راني نجرب وصفات، واللي يعجبوني راني نبارطاجي معاكم بكل مصداقية، وساعات ندير بطريقتي الخاصة. كيما هاد الحلوة ما درت فيها لا ميزان لا والو، درت واش نعرف وكيفاه تعلمتها انايا. وحبيت نبارطاجيها معاكم، بالك تعجب وحده فيكم وتجربها للعيد. هذا مكان. نبداو الوصفه تاعنا. الوصفه تاعنا فيها 3 كيلات تاع فرينه، يكونوا رازي، يكونوا ممسوحين. نغربلهم، انا قيست بالكاس هذا وغربلتهم، واني زدت معاكم غربلتهم المره الثانيه. نديرو ونزيدو معاهم غرفة كبيرة تاع لحظة. يعني أنا الكيلة تاعي صغيرة، كي تعودي ديري الكيلة الكبيرة ضاعفي كمية لحظة. عندي شوية ملح، وهنايا عندي سمن وزبدة، كيلة تاع سمن مخلطة مع زبدة. هنا راني ذوب فيها، شوفوا هنا الزبدة. ذوبتهم، قيست معاكم، خليتهم بردوا شوية، حطيتهم في الثلاجة لتحت، خليتهم بردوا شوية، حكمت حتى في العجينة تاعي. أها، هنايا بعد ما خليتها بردت شويه، ما تلوحوهاش سخونه، راهي طيب لكم الفرينه. هنايا راني نبسس في العجينه، ما نعجنش غير نبسس. من بعد نجيبو ماء ومزهر دافيين، ونبدا نلم في العجينه تاعي. كي نبدا نلوح في الماء، راهي الفرينه راهي تشرب. انا اللوح تنتحصل العجينه طريه، كيف انا عارفه بلي العجينه راهي ناجحه. نحكمو نديرو كريه صغيره، لازم ما تكونش فيها تشققات. شوف كيما هكا ما فيهاش تشققات، اعرفي بلي خصاي الفرينه تاعك راهي شربت وراهي العجينه مليحه. هنايا نبداو نوزنو العجينه تاعنا. انا ما عنديش ميزان، درت عيني هي ميزاني. انتي من الاحسن ديري الميزان، اللي عندها ميزان توزن قيس تاع العجينه، وتوزن ثاني حبه تاع الحشو. من بعد نحط لكم وزن تاع الحبه شحال العجينه، ووزن تاع الحشو وشحال للحبه. نحط لكم في صندوق الوصف اللي حبيتي توزن ندير باه يجيو الحبات الكل متساويين. هنايا انا درت الحشو تاعي، عندي 3 كيلات تاع كاوكاو، قليتو ما حمرتوش، قليتو شويه، مع كيلة مش معمره سكر. رحيت الكاوكاو مرة ثانية، ومن بعد زدت عاود رحيت معاهم السكر. شوفي جا كيفاه جا رطب. من بعد نديرو رشة تاع قرفة، ونبدا نلم في الحشو تاعي بالمزهر، نلم ونعجن ما بين يدي هكا باه يذوب هذاك السكر. هي من الاحسن ديري العجينه تخليها تروبوزي، وديري ثاني الحشو تخليه ثاني يرتاح مليح باه تبداي تخدمي. انا هنا كي عاد راني نصور، راني درت لكم كيله صغيره، كملت صورتها لكم، ومن بعد راني حنكمل الحلوه تاعي نورمال. آه شوف هاي العجينه، الحشو تاعي بعد ما لميتو. هنايا كي تلموه ابداو وزنوا. انا هنا قلت لكم ما عنديش ميزان، درت عيني ميزاني. كي توزنوا ديروهم هكا ديسيكار. هنايا انا استعملت هذا المول، عاوني بزاف في الخدمه. نجيبوا الحبه تاع العجينه تاعي ونحلوها رقيقه. لازم الاخر بلون دو طرافاي من تحت يبان. كي تعودي تحلي فيها، وحليها على شكل مستطيل، ما يكونش طويل بزاف وما يكونش صغير. عدلي لها الجوانب تاعها. ديري بالموس ولا بالكوبا، هذيك اللي عندها كوبا دير بالكوبا باه تجيك الحاجه الحبه تاع الحلوه تاعك متحوفه. ندخلوا فيها، نديروا الحشو، ونبداو ندوروا. كي ندوروا اضغطي شويه على العجينه باه تخرجي منها الهواء. شوف كيما هكا. ندور ونضغط. من بعد نسكر هذيك الحاشيه.
ومن بعد نبدا نمشي فيها على البلان دو طرافاي، نمشيها مليح، نولي نحكم الجانب واحد نسكرو، والجانب المحلول نزيد نحلو شويه وندخل فيه الجانب هذاك اللي مسكر، من بعد ما تتحلناش الحبه تاعنا، ونحاولوا نسكروها مليح ونعدلوها. اللي دارت بالميزان ما تحتاجش المول هذاك طيب فيه، يعني هو مليح درتي بالميزان ولا ما درتيش، تجيو الحبات كل كيف كيف ويجيو بومبي. شوف تقدري طيبي هكا، والله ديريهم كما درتهم انا في المول، انا كي عاد درتهم في المول جاوني الحبات كل كيف كيف بلا ما نوزنهم. اها، حاولي تدخليها مليح في المول، وعدلي لها الجوانب وفي الوسط، ومن بعد نجيبو كوردون ولا عواد هذوك تاع الشيوه نديروهم قداه من ثقبه في الاخر في الحبه تاعي، باه ما يخرج لناش هذاك الحشو، ما طرطق لناش الحبه، ما تتنفخش، يخرج الحشو هذاك على برا، يخرج نخرجوا لهم شويه الهواء هذاك اللي يكون لداخل، نديروهم كامل نكملوهم. هاي درت معاكم حبه نكملوهم بنفس الطريقه، ونثقبوهم كامل ونحطوهم يطيبوا، نطيبوهم من تحت، ومن بعد نزيدو نحمروهم الفوق ونخرجوهم من الاحسن تخليها اكثر من 3 سوايع ولا 4 باه تبداي تقلاصي فيها، باه تنشف هذيك الحبه الداخل، ينشف الحشو باه تقدري تقلاصيها. انا على جال التصوير راني خدمت لكم غير حبات. هنايا نبداو في الطليه تاعي. الطليه نجيبو قرعه هكا تاع، هاي قرعه عندك، انا عندي قرعه هذه تاع ما زهر فرغانه، نديرو فيها فنجال، انا قيست بهذا اصغر كاس عندي، قيست تاع ما زهر، ونفس الكيل تاع حليب، ونفس الكيل تاع زيت، نلوحهم كامل في القرعه ونلوح فيهم عطر الماء الزهر، ومن بعد نخلط القرعه هذيك مليح، ومن بعد نروح للسكر كلاصي تاعي، نحكم نغربلو كامل، ونبدا نلوح شويه قطرات من هذا الخليط ونعجن مليح. شوف هنا غربلت كامل السكر كلاصي تاعي. هنايا نبدا نلم في السكر كلاصي حتى نتحصل على واحد العجينه تكون طريه، نعجنوها مليح. شوف بعد ما عجنتها مليح، هنايا نروح نجيبو حبه تاع قرص نعصروها ونصفيوها، لازم نصفيوها ونبداو نلوحو بشويه فوق العجينه هذيك تاع السكر، ونجريها حتى نتحصل على طليه تكون مليحه، تكون ثقيله شويه باه تكوفري مليح الحبه تاعك ما تبقاش تبان، وهذه الطليه تبقى لك اطول مده وهي طريه. هايله يا البنات، مام الذوق تاعها هايل، نتمنى تجربوها وتخليوا لي رايكم في التعليقات. شوفوا هنايا هذه هي الطليه اللي تحصلت عليها. نبداو نقلاصي في الحبه تاعنا، انا الاحسن ديري كاش حاجه حطي عليها وفرغي باه تكوفرها مليح. انا درت فرشيطه حكمت بها الحبه وبديت نلوح بالمغرف، نفضت شويه هذاك الزيت وحطيتها تنشف. هنا كي ديري الطليه تاعك من الاحسن خليها تبات، والغدوه ديري الديكور تاعك. انا ما خليتهاش بات، خليتها واحد الساعه هكاك، نشفت الطليه من الفوق برك، ودرت لها ديكور خفيف باه نكمل التصوير ونحط لكم الفيديو. اما الحبات اللي كملتهم راح نخليهم يطولوا شويه باه نخدم الديكور تاعهم. هنا بعجينه السكر درت هذه الوجدان، هذه حكمت لونتها بالملون، هذه درتها في الموف، هذه في الغوز فونسي، والاخرى في الغوز كلار، لونتهم بهذا. اللي في الفونسي كثرت شويه الملون، واللي في الكلار درت غير شويه، ودرت هذا الملمع من الفوق، وهذا ثاني لمعت به الحبه تاع الكعكات تاعي بعد ما نشفت هذيك الطليه. ندير شويه حاولي تغطي عجينه السكر تاعك، سورتو هذه تاع الوجدان، كي تخليها هكا ثم راهي تيبس كيما الوردات هذو. المول هذا راني شريته ب10,000 ولا ب12,000.
شكلت الحبة تاعي ومن بعد درت لها الملمع هذاك، خليته ميم با زوج دقائق، نشفت الحبة يبست خلاص. هذا تاع الوجدان. كي تكوني قبل ما تخدمي بها لازم تغطيها. وهاي نتيجة الكاطو تاعي، الكعكات تاوعي. ان شاء الله ينالوا اعجابكم. انا لصقتهم ثاني بالطليه، الوردات هذوك لصقتهم بالطليه. وهاي النتيجة تاع الكيكات تاعي. نتمنى يعجبوكم ونتمنى تجربوهم وتخليوا لي رايكم في التعليقات. وهنايا وصلنا لنهاية الفيديو، ما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.